بعد غياب طويل بقى رجعنا بحلقة جديدة من السلسلة المشهورة بتاعت مطاعم المشاهير. واللي متابع السلسلة دي كويس جدا هيعرف ان احنا بنشوف هل الفنان دوت بيعمله كبزنس ولا بقى عايز يقدم كواليتي. والفنان بتاع المرة دي هيبقى مفاجأة. انتوا معانا؟ ايه اهلا انتوا مين؟ اهلا بيك في جريمة اكل. اهلا وسهلا. جريمة اكل؟ جريمة لا، طنط. ما تقوليش جريمة طنط بقى المرة. جريمة طنط. نشوف طنط عاملة ايه. يلا وريني طنط هتعمل عاملة ايه. بس جريمة المشكلة ان انا جامدة. بقول لواحد صاحبي انا رايح، بيقول لي هتاكل فين؟ عند طنط. بيقول لي عند طنط، بقول له عند طنط. فاهمني غلط. الاسم بيودي وطنط برضه عليها طشة ملوخية بجد والله. وبعدين انت بقى لو متجوز كمان ومراتك كلمتك انت فين؟ عند طنط. بس كده. يلا بينا. صح كده. يلا. والله احلى مطعم واحلى تصويت من نورتونا. عندي بالسعوديه احلى تصويت لك. الله يبارك لك. والله العظيم. تسلم. احلى لك. شكرا. طيب احنا النهارده على عكس العادة صاحب المكان نفسه منضم لينا. طيب معانا الاكل. لو حاجة ما عجبتنيش هقول ما عجبتنيش. هتقول صح؟ بجد والله. ممكن هم اتخانق معاه. طب قول لنا بنبدأ كده بنستفتح بايه؟ سلطة اه وعيش. هم الكرنب وورق العنب ودول ستات هم اللي بيقعدوا يعملوهم. بتقعد تدوق الاكل انت. والاكل ده انا اتهريت. لا انا مشكلتي الاساسيه لما باجي اتصور مع ناس مثلا عايزين يتصور كل واحد اقف اتصور معاه بشفط بطني. طيب اكل مصري اه ده توكيد لفظي ده. زي الموضوع كبير كبير. مش عارف. مصري. مش جايين نهزر. ايوه. وفي ستات بقى في المطبخ جوه بيعملوا. احنا اصعب حاجه انك تقدم اكل مصري بجد لمصريين لان كل واحد فيهم داق الاكل في بيته. فكل واحد عاجبه الاكل اللي خلطة اتعود طنط. عليه من خلطة والدته. طنط. بالظبط. جالك الاسم منين بتاع طنط؟ من انه بيت يعني كانك في البيت. يعني انا رايح عند طنط تخيل ان اتعلمت الاكل من والدي مش والدتي الله يرحمهم. ريحه الشارع كله مقلوبة. مع التقليه مع البتاع وانت جعان كمان وقبل الفطار. فين الاكل؟ نقدر نقول ان هو المطعم ده كان حلم صغير عندك مأجله، قعدت تأجله لحد ما انك تعمل المطعم ده قدام. هو ده اللي احنا كنا بناكله في البيت ازاي يتحول يبقى مطعم. طيب الامهات بقى اللي جت دي اهم ناس طبعا. خدت منهم ايه؟ ده اكبر راي. ريفيو. ده اكبر راي. المنافسين بقى، انت دلوقتي منافس خلي بالك. انت عندك دلوقتي ايه في داخل انت في حته مشاوي، فانت عندك ايه اكتر مطعم بتروحوا بتقول لا دوت. نفسين بالنسبه لي هم اصحابي. يعني عندي طبعا الحاج اشرف بلبع بيوم ما هو ابتدى اليوم اللي انا ابتديت فيه سنة 87 تحديدا. التاريخ لأن أنا كنت بعمل مسرحية في اسكندرية اسمها خشب الورد وهو بيعمل قرية بلبع. لو قلت قصر الكبابجي بروح آكل عنده لحمة فظيعة. لو بتكلم على البرنس ورفاعي طبعا أنا بحب الأكل. طب في أكلة بقى عملتها في البيت وقلت أنا لما أفتح مطعم هعمل الأكلة دي تكسر الدنيا؟ إيه بقى؟ ولسه ما عملتهاش هنا. طاجن طنط. ماشي. وبين قوسين جريمة طاجن فول باللية. ده بتحدى بيه. ايه بقى انواع العيش اللي عندكم؟ هو العيش كله بيتعمل هنا. العيش ده انا بحبه قوي. ده بيتعمل باللبن. بيتعمل باللبن سمنه نازلين منه ناشف ونازلين منه طري. بالاضافه للعيش البلدي. واحده ست جميله جدا بتقعد هي تعمل العيش ده فريش يطلع لك احلى حاجه طازه اول باول طبعا. وده مش ده اهم حاجه مش بحقه حقيقي. جامد 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 جدا. تنصحنا نبدا بايه؟ والله كله 100 100. قبل ما الدنيا تبرد. مبدئيا الملوخيه وهي سخنه مولعه لازم ندوقها. في مدرستين في اكل الملوخيه. آه. مدرسه الايه؟ ودن القطة.
وفي عمرو بيروح ماسك البتاعه ويشربها ويديها على في طول. مدرسه ثالثه بقى ايه بقى؟ مع الرز. مع الرز حلوه دي. اه حلوه بس احنا دي. نبدا بودن القط. ابدا بودن القط. طب احنا بقى نتفق اتفاق، امم اللي يعجبنا هنقول ايه عجبنا، آه. واللي ما يعجبناش قول، ما لازم. عجبناش. ايوه بس ما فيش حاجه مش هتعجبك. لا ماشي. معلش ماشي. تحدي. ايوه هنشوف. تحدي. هنا بقى ده الرز المعمر. اديني من انت ده. قلت لنا عليه ده. ايوه احنا بقى من النوع ان احنا متعودين نخمس عادي يعني. عادي جدا. في طبق واحد. ملوخيه على معلقه ايه رز معمر. معمر. يا يا سلام. سلام يا سلام. هو الرز جميل. معمول جواه قطع لحمه صح؟ موزه بتلو. موزه بقى. موزه بقى على طول تمسك كده اضرب بالموزه. اقول لك يلا نخمس انا وانت في واحده. خد ايه واحده ايه واحده ايه 10 على 10 10 على 10. تمام. ده ايه ده الكتف الاوزي. الكتف. طبعا خش يا انا رجالة، بعتذر لاي حد بيتفرج يعني امتنعوا اصحاب القلوب الضعيفه. طبعا الدايت هنا ما فيش بقى دايت. اللي هو كله قابلني. لا بس لا، يستاهل يستاهل انك تبوظ الدايت. يعني عايز ادخل على الصينيه دي. عباره عن ايه بقى؟ شوف بقى الصينيه دي اسمها ايه عشان برضو ايه للناس لو عايزه تطلبها. ريش بتلو كفته كل حاجه ومخص. كل ما تشتهي مخص كمان. كلاوي. مين ليه في الكلاوي؟ انا بقول انا ليا في اي حاجه. ستيك عالمي. فتة يا جماعه ايه ده احنا هنهزر. الموضوع صعب. عمرو الخبير بتاعنا بتاع ايه الكوارع. انا بس عايز اعلق ان التوابل بتاعت الستيك عالميه. دي الخلطة حقيقه كده بتاعت الستيك دي فيها عالميه. حبه سبايسي كده حته سبايسي حلوه قوي. الصلصه بتاعتها حلوه. والحمام. انا هخش عليه دلوقتي. حلاوه الاكل المصري انه ما فيهوش تكلف بقى اللي هو شوكه وسكينه والكلام لا ده. لا هو ما معلقه بتخش اهي دماغك. ماشي على كله. اه اقول لكم حاجه ولا انا إيه؟ هاخد قرار. اه هسيبكم انتوا تكملوا اكل واجي لكم بعد ما تخلصوا. ماشي. لان انا لو قعدت كملت معاك هروح انام. انا مش هكمل يومك. ماشي ماشي. مستنيين. برضه الواحد ما كانش مركز دلوقتي هياخد راحته بقى ايه، بس بصراحه يعني لحد دلوقتي لسه ما قابلناش. لحد دلوقتي اديني ريشه بقى من عندك. نرجع بس ايه لطاجن الرز المعمر ده الصراحه كان جميل. السبايسي اللي على الستيك عالمي. التوابل حتى باينه الوانها كده باينه على يعني في خلطه كده على السبايسي يعني حلوه. طبعا في ناس تفضل ان هي تكون المشاوي بدون اي حاجه بدون اي اضافات بس هنا هم حاطين اضافات صراحه انا مش ممانع يعني جميل. طعمها حلو. بقول اديني بقى طاجن الباميه ده عشان انا عيني عليه. طبعا على فكره دي بقى والله العظيم دي كان الكتف الاوزي ده هايل هايل هايل. خشوا عليه تاني. حلاوته ان هي بتدوب. ده اكل اسود ده مش اكل بني ادمين. دي تمسك كده وتمصمص وتاكل. انا مش عارف اجيبها. اه لا وكمان ايه؟ من ضمن الحاجات برضو اللي فعلا تعرف منها الاكل بيتي ولا لا ومعظم المطاعم فعلا بتجلي فيها وهي المحاشي. معظم. هو الورق العنب مش الموسم بتاعه قوي. محشي كمان لحمه. انا دوقت الحمام والحمام حلو بس انا شايف بطايه. انا شايف انك انت تاخد البطايه دي عندك كده بطايه متحمره تقيله. يا هو البط دي حريفه. احنا مش من عشاق البط قوي. طاجن باميه بالايه ده بقى؟ باللحم يعني هيبقى بالايه؟ باللحمه. وعليها بقى ايه حبه الدمعه بقى كده. يا سلام يا سلام يا باميه. المفروض بقى صغر. اللي ده على ده انت تيجي تشتغل هنا. اوبا. ودي بقى يا باشا. في كولا دايت اهم حاجه. في اهتمام بالمطاعم الاجنبيه كتير قوي يعني في معظم المطاعم اللي عماله تفتح حاجات بقى فرايد وحاجات مقليه برجر مش فرايد عارف ايه. تشيكن مش عارف ايه. اما انا الاكل البيتي بقى ده في ناس كتير نفسها تاكل الاكل البيتي ده. خلي بالك برضه لان برضه مش كل الناس تعرف تطبخ. يعني مثلا لو انت جالك حد برضه من بره مصر وعايز تاكله اكل مصري اصيل. الباميه جميله. اوفر اول الاكل حلو. طبق ده الرز مع البطاطس تحس ان دي فعلا اكله بيتي مصريه. حلاوه المكان ان هو في منطقه معروفه في مدينه نصر. المكان واسع كبير. في اوت دور وان دور. خدمه كويسه. هو عامه الديكور حلو. طب لو هترجع لحاجه ترجع ليه؟ الستيك والباميه اللي هم خلصوا صح؟ والمحاشي والموزه. محشي فلفل. هترجع لحاجه انت كده انت جاي رجعت الاكل كله. ما بصراحه يعني في حاجات كتير حلوه. اختار حاجه. خلاص طاجن الباميه والستيك. المشاوي جامده. الرز المعمر والكتف الاوزي ده كان برضه هايل. انا حبيت الملوخيه. لو مش هترجع يا عمرو مش هترجع ليه؟ اتمنى ارجع عليها احسن طبعا ولكن هي كفته. الكفته ممكن تكون جلت شويه ولكن الباقي 10 على 10. الطحينه مش احسن حاجه. في احسن اول فيديو في 2023 على القناه. يعني ده احسن مطعم من مطاعم المشاوي اللي احنا رحناها كلها. هو و100 موت الصراحه. بيزنس ولا كواليتي ولا مقدم طعم؟ مقدم جوده. طبعا الوقت هيحكم هل هيستمر على الجوده ولا لا. الاكله دي لازم بعدها كوبايه شاي لازم. هنحل بس يعني ايه؟ لازم شاي مفيش هزار. وده جيلي فوق جيلي فراوله وتحت جيلي هنا معكوس بقى وكاستر. ام علي؟ لا دي مش ام علي. امال. دي يا سيدي
مهلبيه باين اه مهلبيه. انا عايزك تكلمني على السر اللي جوه ده، هو هيطلع لهم دلوقتي على الشاشه. ما تكلمني على السر ده وقصته ايه هو والريبورت. لانها حاجه جديده فعلا ما شفناهاش قبل كده. السر ده السير ده طبعا شفته في اكتر من مكان بيقدم سوشي يعني. صح. انت شفت الفكره عجبتك قلت طب وليه لا؟ ونحط عليها التاتش المصري. طبعا اما ابقى جعان ما بعرفش اتفاهم. كان من الحاجات اللي بتضايقني اما اخش المطعم اطلب واستنى ساعه على ما يجي لي الاكل وانا هموت من الجوع، فبينزل لي سلطه اكل السلطه على ما ينزل بقى المين كورس بكون شبعت. ايوه بالظبط. فكان بيعجبني قوي في السير اني بخش وانا السوشي يعني ايه مش قديم معاه لكن بستوعبه يعني. فبقيت اخش اقعد اكل. ايه ده؟ ما انا مش عايز غير كده. فدي كانت الفكره الاساسيه. فبدل ما بينزل السوشي انت عاملها بقى ايه؟ الاكلات اللي هي السلطات والحلو يعني. وكمان اتكلمنا على حته ان هي تبقى حاجات صغيره، مش لازم تطلب حاجه كبيره، كميات صغيره. ما يعني فكره برضو ان مثلا كنت اطلب ايه، عايز اكل طاجن باميه وعايز اكل رز معمر مثلا، مش قادر اخلص طاجن باميه قد كده ويجي لي طاجن رز قد كده، اكل من ده معلقتين ومن ده معلقتين وبستحرم جدا. فضي الباقي الحاجه تترمي يعني ايه. فطب نلفهم، طب حد محتاجهم، لكن طب ما انا عايز اكل على قدي. والحلو حلو. الحلو ده ايه بقى؟ ده رز بلبن بالفراوله. قوي جدا يا جماعه. نسينا نجيب القلقاس. بيعمل قلقاس بالريش، الريش جواه. انا اول مره اسمع. لسه اقول لك احنا عمرنا اصلا سمعنا ان في قلقاس. دقتها عجب. قلقاس في الناس تيجي موجوده وتقول لنا مع انها اكله كلها بتحبها واكله مصريه. انا بحب القلقاس جدا. طب نخش نكمل بقى. نخش انت بص خدت في الخباثه انت ايه كريم كراميل. انا بصراحه الموقف يعني موقف. ادينا بقى ده ايه ده بودنج ده ولا ايه ده؟ ورينا يا سيدي. ايه ده؟ شبه الدهن بالشوكولاته. او بودنج زي ما محمود قال يعني. بودنج دي واحده ام علي. خلاص هي ام علي بقى ان شاء سامح الله حسين كل على الاسبوع الجيلي الجاي. دوت بالعيش. كلوا بالعيش. كلوا بالعيش. عايز اعمل رقاق بالسكر. السخينه السخينه جبنة دي بقى. هي بص مبدئيا ولا جلنا على فكره، لكن مين؟ بس هي حاجه مصريه قوي. يا جماعه ما تجوعوناش بقى. اما بس بقى عايز اقول لك ان دوت اول فيديو في 2023. يا سلام. اول فيديو في 2023. فاستفتاحه كده جميله. يلا وانتوا إن شاء الله نورتونا يعني والله يا أقول جماعه. لك إيه؟ وانتوا عاملين حاجه جميله. انا بستغل الفرصه بجد. انتوا عاملين حاجه جميله ومشرفه وفكره مجرمه. لا فكره جميله يعني بما ان هي جريمه اكل. هي فكره مجرمه وعاملين حاجه جميله وبالتوفيق. واتبسطت جدا ان انا كنت معاكم. شكرا ليك وشكرا يعني حسن ضيافتك. ان شاء الله هتشوفنا كتير. هتشوفنا كتير عندكم يا رب. بقالنا كتير ما عملناش سلسله المشاهير دي، بس يعني من التجارب الناجحه واللي اتوقع له ان هو فعلا هينجح، وتلاقي احتمال كمان تلاقي ليه فروع كتيره. لو ركزت زي مطاعم المشاهير زي مثلا مطعم حمو بيكا وشيف الشربيني هتلاقيهم ايه دلوقتي ما سمعتش قوي. بس انا متوقع ان المطعم ده هيكمل وهيكمل قدام قوي. هيكمل قوي لان هو بيقدم جوده وشايف ان في نظام والكلام ده كله. يمكن هم لسه في الاول بس انا شايف ان هو جاي ويستاهل تجربه. يستاهل تجربه. اسعاره عاليه شويه طبعا، بس انت بتاخد قصادها جوده حلوه، مكان حلو وقعده حلوه بالظبط. فهو لا جامد يعني. حتى في ويتنج ليست كتير وناس كتير جايه مستنيه. انا استغربت ان هو في البدايه وعنده ويتنج ليست. جربوا طنط في مدينه نصر ايه مول توكانو توكانو في عباس العقاد. بس كده. وشكرا.